وش في وش. وجز مسوني. عشان كده عشان كده اقول لك حاجه كمان. عشان كده لما كان اقول بيقول لك بيرد على النون ولا كان بيقول إيه؟ انا النونه دي بقى. انا النونه. وجز هو اللي دخل الماسونيه. هو السبب. يا لهوي، جروا للرذيلة ده. صدق. حشيش تاني. الحلقة دي بعنوان الحشيش. نخلي في حاجة غلط. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم مش بودكاست. ليه؟ معاكم يوسف مهاب. في برنامج. هو احنا كل مرة نتلغى. مهم بقى، انا عايز اتكلم النهارده في موضوع مهم جدا عن نعيم الجهل. تعرف ايه عن نعيم الجهل يا مهاب؟ في الشغل. اه، انا جاهل اصلا. لا انا بكلمك في عموما، يعني انا بكلمك عن نعيم الجهل عموما. ان البشريه دي كلها مش عارفين الخوارق الطبيعيه اللي احنا بنشوفها في حياتنا. تمام. الماسونية بقى. خصوصا في الشغل، لو هنتكلم على سياق الشغل، فاحنا عندنا في الشغل دلوقتي حاليا في حاجات بتحصل، وفي حاجات كتيرة قوي بتكون معانا. حضرتك بتقول ايه؟ القهوة سادة مر. انا عايز اكلمك عن نعيم الجهل يا مهاب. ان في ناس عندنا في الشغل عموما لا يفقهوا اي شيء في الشغل، بس بيعملوا احلى فلوس. ده من ضمن الخوارق. انا ما بتكلمش دلوقتي انا بتكلم عن نعيم الجهل في الشغل. في الشغل. كنعيم جهل في الشغل احنا بنمر بمأساة كل مدى بتزيد. يعني انا هديك مثلا فكره اللي حصل معايا مره في موقف في الشغل. حلو. كنت شغال في مطعم دون ذكر اسمه حلو تمام. الاسم ده. فالمطعم ده انا كنت شغال فيه، فكان المدير يقول لي ايه، آه خش كل شويه على الترابيزه اسالهم عايزين حاجه. طب اقول له ده الناس قاعده بتاكل. لا خش. هو كان مرتبه وقتها حوالي 12000 او 13000، وانا كنت باخد لي بتاع حوالي 3000 او 4000 جنيه. كحيان. بس هو حرفيا جاهل ان انت تخش على ناس وهي قاعده بتاكل تقول لها الاكل تمام. طب ما هم بياكلوا، ما لو الاكل مش تمام هيندهوا علينا يقولوا لنا تعالوا كلوا. بالظبط كده. يعني انت ايه الموقف اللي حصل معاك خلاك تحس فعلا ان الراجل ده عايش في نعيم الجهل، او الشخصيه اللي قدامك دي عايشه في نعيم الجهل؟ عايش في نعيم الجهل. اه. انا عندي مواقف كتير بس لو قلتها نتحبس. قول بس نشيل في المونتاج عادي يعني. لا هتشيل كله كده. طيب يا سيدي، ساعة كده عمال نفكر في المونتاج بقى. ساعة بقى. باختصار يعني. طيب قلب اختصار. باختصار. مش عاجبك ولا ايه؟ لا عاجبني، اتفضل. اول ما اقولش باختصار. لا اتفضل، الكاميرا معاك، كادر معاك، اتفضل اتكلم معاك. يلا اتكلم. بص يا سيدي. بسيط. بص تاني. اه. هناك في عيني كده. ما يلا قول لي موقف هقول لك. حسيت ان انت فيه هقول لك. شخص عبقري قدام الشخص اللي عايش في نعيم الجهل معاك في الشغل. طيب اقول لك بعد انا على اذنك حاجة. تعالى هنا. اقول لك انا على موقف حلو. احكي. انا بما ان انا اصلا فيديوجرافر، حلو. اشتغلت مع اماكن تصوير واعلانات وكده، غير المونتير، غير ان انا مونتير وكده. هم مش مهتمين، مش هم عايزين مهتمين. يعرفوا لا القصة ما ده نفسها. من ضمن القصه. تمام يعني انا يلا. كنت فاكر نفسي بقى ايه، شايف نفسي بقى ان انا عبقري والكلام ده. الاقي بقى ايه، واحد من اللي انا شغال، اللي انا كنت شغال معاهم، هم شايفين ان هو الشو، فاهم. يا ابني. كمل. فانا قلت ايه، هصور وبتاع وكده. فبيقول لي ايه، لا انت ازاي بتصور بالكادر ده، مش عارف ايه، ده انت ده التقطيعه مش عارف ايه والكريب ايه وبتاع. ومره يقول لك ده ال المكنه اللي هي بتاعت الاسبريسو مش عارف ايه اه. ومجرحه وبتاع. انا مالي.
دي حاجتك ولا حاجتي؟ كان بيقول لي طور من نفسك، طور من كاميرا، نفسي. جبت كاميرا احسن، حلو. بتطلع كواليتي احسن وتفاصيل اكتر، طلعت لك التفاصيل اللي في التجريح في الحاجات اللي عندك في البار. اتضايقت مني، طب انا مالي؟ اشلها لك ازاي؟ انا بعد مش اذن ساحر. حضرتك ممكن تنظف اه، ما قلت له، قلت لا انا طلع، قلت له حاجه تانية، قلت له طور من نفسك، اشتري حاجات احسن في البار. لا تيجي دعوه. يعني هي مشكلتك مشكلتك هي انت. مشكلته خلاها مشكلتك. اه ادي بقى الناس بالظبط. اللي بتوصل لينا ان هو يبقى عنده هو مشكله، يوصل لك انت، يخليك انت يبقى انت اللي عندك المشكله، اه انت السبب. فانت تبقى المشكله. كنت بالظبط. اساسا رايح تحل له مشكله، اه فهو لبسك انت في مشكله. انت فاهم نوع المشكله اللي احنا بنواجهها؟ لا. طيب، زي الفل. مشاكل كتير قوي. انت بتتكلم معانا في الكادر ولا هي هتاخد علينا ولا ايه؟ احنا جايبينك معانا صامت. عادي يا ما تتكلمش بعد اذنك. جحيم الوعي في الدراسه اه ونعيم الجهل في الدراسه، وما ادراك جحيم الوعي في الدراسه. يا لا. ده تخيل انت مدرك ان في ناس مدركه ان هي بتدرس حاجات ان هي مش هتشتغل بيها اصلا، اه بالظبط. بتقعد وتتعب طب وتذاكر هتضيع تخش من سنه امتحان وتروح بتاع 18 ولا ممكن ما 20 سنه. تعملش الحركه وانا بعمل ايدي كده، ممكن ما تعملهاش المونتاج عشان خاطر انا عشان- بدوخ وانا بتفرج. انت عايز عمر كاتب يزعل. يعني انا عايز اشرح حاجه من غير ما انت تعمل لي ايدي بالبيت، اتفضل. تمام؟ عارف اللي انت فدلوقتي بالنسبه للدراسه واللي بيحصل في الدراسه، انا بدرس حاجات او بذاكر حاجات انا مش هشتغل بيها، ودي كارثه كبيره. في ناس بتقول لك لا، انا هذاكر عشان خاطر ده هينفعني في شغلي. تعالى انزل اشتغل كول سنتر يا معلم. بالظبط. الو، مساء الخير، مع حضرتك يوسف، بكلمك بخصوص مش عارف ايه وايه وايه وايه. مش مهندس فاشل. بس يعني انت باشمهندس، يعني ما انت باشمهندس عاطل يعني. احنا مش عايزين نتكلم. فالمهم انا عايز اوصل لك معلومه، ان في ناس عندها مدركه ان احنا في الدراسه موضوع عميق قوي. عميق. بص يا معلم، عبيط. انا قلت لك تقعد زي الكرسي اللي انت قاعد عليه، كلمه تانية هرميك من هنا. انت بتخبط وتتكلم وانا بشرب القهوه، انت عايز تغرقني النهارده يعني. اتفضل. خلاص كمل. طيب، ده بالنسبة للدراسة. انت عدى عليك كشفت ان انت في فعلا جحيم وعي، نعيم جهل في الدراسة بالنسبة لك انت، حصلت معاك في الدراسه. طيب هو ما حصلش معاك حاجة في الدراسة، فنخش على الفقرة التانية. ممكن يا مرائتين تناولني الشنطة عشان نسيت الأسئلة، أنا نسيت، أنا كنت بحضر هات الشنطة. يلا يلا قول ما تكسبش، قول. مش انت كله في المونتاج، ها؟ يقول لك معانا واحد هنا مجروح. جروح. اه جراح. ايوه، احنا اتكلمنا عن لا، في حلقة تانية هتشوفوها بقى. شفت الزلزال اللي حصل؟ اوه، انت بتخبي، طب ما تحطها هنا، ما هي مش باينه في الكادر. طيب شفت الركنة اللي انا بخليك تنام عليها لما بتجيلي؟ انا كنت قاعد عليها وقت الزلزال ما حصل. راجع من الشغل وقلت ايه، هريح شوية بقى كده، لسه قاعد بفرد ظهري، فلقيت الركنة راحت وجت بيا كده وكده. انت عارف بيت قديم اصلا، زلزال. عارف انت قصة مولها على رأي محمود الليثي، زلزال زلزال قصة مولها. انا خدت بعض، قلت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، كنت في الشارع والله العظيم. بيت قديم يس، انا لقيت الدنيا. اعمل لنا زلزال كده. ماشي، كده عملت زلزال في المونتاج. هعملها في المونتاج. حلو الكلام، بس يا معلم وانا بعمل كده. حاسه البيت بيتهز بيا وانا بعمل كده اهو. ازاي؟ انا عارف اللي انت رحت، اللي انت كنت نايم وقتها. عارف ان انا ما فكرتش فيك وقتها. لا انا ما كنتش نايم. ما فكرتش اطمن على فكره، ما اطمنش عليا يا جدعان وقت الزلزال، مع انه عارف ان انا قاعد في بيت كهنه قديم، كنت بجيبه ينام عندي على الكنبه، وانا اتمر فيه، نمت الكنبه المعفن. نمت الكنبه ايه يعني نمت اللي مصبرني عليه الشغل بس، مش هو يا جدعان، حتى اقول لكم نمت الكنبه يعني مش منيمني على سرير مثلا. ما انا انام فين؟ انا نام على الارض، انا ضيف عندك في البيت. ضيف ضيف إيه؟ حلوه قوي دي. انا عايز اكلمك بقى ايه، وانت اللي تتكلم في الحلقه دي لوحدك ولا نعيم الجهل عن الصحاب. وقت الصحاب كده بيجي لك واحد صاحبك يقول لك بقى ايه، عامل فيها متعلم وكده، يقول لك ان الارض دي كرويه. لا هي بيضاويه.
ولا كرويه ولا بيضاويه. شبه وش بص، لا. بص الوش بص، يا لهوي تخيل. الارض دي ولا كرويه ولا بيضاويه. اه المعلومات دي احنا هنخش في تفاصيل، ليها معلومات وليها حاجات كتير قوي بتحصل. انا ابتديت اتوتر. ف داخلين على كارثه. اه شفت الهرم. شفت الهرم. ايه ده؟ الهرم ده ما عملش كده. الهرم ده هو محور الارض. الكون محور الارض. اه ليه محور الارض؟ لان انت من الهرم تقدر تروح اي حته. ممتاز. ما تتشالش مش قلت لكم بالمونتاج. بيضاويه، والله قلت لكم بيضاويه. فانا بتكلم في نقطه ان احنا دلوقتي عندنا، انا كنت بقول ايه؟ انا بتكلم عن الارض. ارض مثلثه زلزال وهرم وحاجات ماشي. غريبه. احنا الارض ولا مثلثه، الارض مكعبره كعبره. ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. ملهاش تفاصيل. واللي يقول لك ان الارض مسطحه والارض، عشان لما طبطهم. قول له اثبت لي. اثبت لي. انت عندك الهضبه كده، الهضبه. شارع فيصل كده، اه الزمالك في وسط وعمرو الميه. دياب كده. الزمالك في وسط الميه كده اصلا. اه الزمالك عادي في ترعه بركه كده. فانت متخيل كميه المسطحات والانهار حاجات طالعه وحاجات نازله حاجات كتيره. ففي واحد من صاحبك كده هيجي يقعد يعني معاك، يعني لو جيت هنا يفتي نازل لك، السمان غير لما تروح يقعد هناك معاك الهضبه. ويفتي لك ان هو فاهم ان الارض كرويه، ويقعد يشرح لك تفاصيل، ويقول لك لا. طب وهي لو الارض دايرويه ولا دايرويه كرويه كهرويه. كهرويه؟ يعني الارض، مش انا دلوقتي اهو ماشي بالطياره اهي، مش المفروض الكوره دي بيبقى اثبت في الطياره لحد ما الكوره تلف اه وانزل على البلد اللي انا عايزها؟ هتلف وتنزل اصلا. صح. هتلف وبعدين احنا بقى اللي بنمشي كده عبط عادي. عشان الارض مكعبره عندك كده. طب عارف انت النظريه اللي بيقول لك الناس اللي هي بتقول لك ان الكره الارضيه عباره عن طبق طاير، وبيقول لك بقى تحتيها اه كان اسمها ايه؟ دي نفس الناس اللي بتقول ان هو مثلث. بيقول لك شايلينها ان الارض متشاله في نظريه في الهند، تقول لك ان الارض متشاله على سلاحف. سلاحف النينجا. والسلاحف الله برافو يا حبيبي شايلينها فيله، او العكس، الفيله شايله السلاحف. الفيله دي حته من الهند على فكره. ايوه، ما هي النظريه لكن النظريه دي مش كامله من الهند. هنديه. مش لا مش كامله من الهند. اقول لك بقى النظريه دي بدايتها منين؟ ايه رايك في التيشيرت؟ جامده. انا قديم. مزاج قديم. يلا كمل انت قطعت. لا في حاجه مهمه بجد. هو مش الهند بس اللي هي بدايتها، البدايه الحقيقيه كانت من الماسونيه يا جماعه. هم نفس الناس اللي كانوا بيقولوا ان الارض مثلثه. احنا الحلقه دي، طب ليه لا؟ ليه لا ايه؟ ليه لا؟ ليه ما نقولش ان فعلا ان في ناس هي اللي بتحرك الكوكب؟ بالظبط، دي حقيقه. ليه؟ لا انا عايزك تعترض. هم لو عايزين يقنعوك بحاجه هيقنعوك بيه. هو في مشروب اسمه قهوه؟ لا، مين اللي سماها؟ قول لي انت، انا عايز حد من الناس اللي تقول لي ان في مشروب فعلا. اكتبوا في الكومنتات. ليه؟ دي فيها ولا شغل بقى اليوتيوبر بقى. حطوا لايك وسبسكرايب، ما تنسوش الكلام ده. لا مفيش الكلام. فعلوا زر الجرس. ايدي انا يا ابو هتفرتكها انا يا ابو الاداهيم. عندك واحد صاحب بيفتي كتير ما عدا انا، يعني عندك حد غيري؟ حد بيفتي كتير؟ يعني معاذ عجينه. حلو. معاذ عجينه. انا عندي واحد صاحبي موجود معانا في الدنيا، بس مش موجود كعقل، هو موجود كجسد. ميت؟ جسد. هو انت تنزل معايا يبقى قاعد عامل كده. مالك يا اسطى في؟ اقول له مفيش يا عم. اقول له مالك يا عم؟ اقول له مفيش يا عم. يقول لي طيب، راح مولع سيجاره. هو ده اللي بيعمله في حياته. بس كده. يا ساتر يا رب. اكلمه انت فين؟ انا جاي من الشغل. ماشي، انت فين؟ انا رايح الشغل. حسه عبد كده نفسه. انت بتبص على مين؟ ايه؟ لا يمكن يبقى معانا هنا ولا في اي حته. مش معانا. مش معانا. مش معانا. بحب احييه لان هو عامل زي ايه؟ عامل زي الكرسي اللي قاعد عليه. نوجه له رساله، يعني توجه له رساله. مش محتاج، هو كده كده ما بيسمعش اي حاجه ولا بيهتم باي حاجه. انا احلى حاجه فيه تقعد تتكلم معاه
وسام بيسمع من هنا ويفسر من هنا، مش فاكر حاجه اصلا. فتيجي تقول له فاكر يا ابني يوم ما رحنا ده فين امتى احنا عملنا كده فعلا؟ طيب تمام، لو عملنا قشطه ماشي. بس كده. ساكت. اه وده احلى صاحب انا شفته بصراحه، اللي هو خرص. كان الخرص عايشه معاك، تحس ان انت مصاحب واحد اخرس ولا واطرش، بتحكي له على كل حاجه هو ما بيتكلمش. بيتكلم هو هينسى. دي اجمد حاجه. حلوه دي. ما دي اجمد حاجه. حلوه دي. بس عايزين نقف جنبه يا جدعان الايام دي وندعمه، لان هو متخزوق خد خازوق، وعايزين نهدي له اغنيه. اكلمه دلوقتي. لا، ابعت له. متخزوق. خزوة يا لهوي. متخزوق يا لهوي. بعد 5 سنين. يا نهار اسود 5 سنين. خلاص. يا لهوي. خد خازوق. يا اسطى اللي عمل فيك كده يا اسطى. خد خازوق مغري 5 سنين لبلبه وورد ودباديب. وانا ببص له كده اقول له العلاقه دي مش تكمل، يقول لي مالكش دعوه، انت مش عرفك، انا ده احبها يا عم انت. قلت له البس بقى. ويجي يقول لي بعديها، يقول لي انت ما نصحتنيش، انت مش صاحب. عايز اقول له انا نصحت. انا مش عارف اشتم عشان احنا قاعدين في مكان في ناس، عشان الاستوديو بتاعنا يا جدعان بيتصلح بيتظبط. وان شاء الله لما هتشوفوا نرجع أحلى شغل. للاستوديو بتاعنا هتشوفوا قله ادب تاني ازاي. اصبروا بس، الاسبوع اللي جاي هصور لكم كام حلقه كده المهم طرش طرش. على الاخر على الاخر. في نظريات ما وراء الطبيعه يا مهاب. فان انت تبقى قاعد كده وتلاقي حله وقعت، قلتش نفسك ليه؟ نقول الله اكبر عفريت مش عارف ايه، نقعد نستظرف، بس ده ممكن يكون عفريت بجد. مفيش حاجه اسمها فريد. لا في عفاريت. في هو جن. مش في جن. طب ما هو الجن احنا بنقول عليه عفاريت. ماشي، بس دول ليهم عوالم تانية. وده ايش عرفك ان هو مفيش حاجه اسمها شيء؟ ايوه يا ابني. في حاجة الجن اسمها يمكن شيء؟ اكتر من البشر. هو في حاجه اسمها شيء؟ شيء. هو الشاي بدايته اصله كان منين؟ انا عايز حد من الناس يرد عليا، وفي حاجه اسمها شيء. حد يرد عليا. طب لا لا بجد والله سؤال مهم. بداية الشاي منين؟ بيقول لك ان هو من بقى الصين. احكي لك من الصين. احكي لك الحكايه بتاعت الشاي. يقول ماشي. لك ان في مفكر كان قاعد بيحب دايما يشرب كوبايه ميه سخنه كل يوم. كان قاعد تحت شجره. نفس في شجرة ورقة. نيوتن. في ورقه، ما هي الشجره دي هي انا عايز اروح الشجرة. اولع فيها دي. لا دي بتخليك عبقري، ده انا عايز اروح لها دي مخصوص. فكان في واحد نزل يا رب نصور الثلاث يشرب فيديوهات. كل يوم كوبايه ميه سخنه، فوقف تحت الشجره. الشجره وقعت ورقه، ورقه نزلت في الكوبايه بقى لونها اسود. جه يشرب قال لك شاي شاي. هنا جت كلمه ايه؟ شاي. ستوب يا ابني، انت جبت منين المعلومة دي؟ قول لنا المصادر. كنت هتلاقي المصادر هنزلها لكم في اللينكات، في اللينك بطلوا كده بقى، احنا مش هنحط حاجة. لا هتلاقي في منتدى فتكات على ويكيميديا ويكيميديا. يا بيه طلع لسانك واخبطه كده جايز في حاجه. بتقول ايه؟ ويكيميديا. ده نعيم الجهل. يعني في نظريات غريبة أنا لا أؤمن بيها، وفي نظريات أنا أؤمن طب بيها. في نظرية معينة أنا عايز دلوقتي أفهم الأفلام، أفهم لا جاب. اسألني وأنا جاوب. أنت عارف إن أنا عندي إجابة كل حاجة. أنت عندك معلومات كبيرة. الحمد أنت لله كنت قاعد بفضل عند الشجرة ربنا. بتاعت نيوتن. أنا رحت الشغل دي 4 مرات. وأينشتاين، قابلت أينشتاين قبل كده؟ معاك نمرته؟ اينشتاين ما هو بس ما أكيد معاك عندي نمرته. سؤال. اه مش عارف إن هو اينشتاين رجعوا لي الحياة تاني. زي ما عملوا في مايكل جاكسون. مايكل عايش. مايكل عايش. أنا متأكد من الحوار ده. أكيد هو عجوز دلوقتي. مين قال إن هو ثانية عايش؟ تضحكش. إيه ده، هو رجع شباب تاني؟ شرب من نفس الشاي. الشاي اللي احنا بنشربه ده مضروب مش مستورد. عارفك إن أنا اسمي يوسف، وعايز حد من المتابعين يطلع يتكلم عنها. ده فعلا اسمي يوسف. جبت شهادة ميلاده خلاص. اتكلم فين؟ ايش عرفك ان دي مزورة دي مزورة. في حاجة أهم من كل ده. اسأل. الشاي نفسه اللي شربه ليه بيقول لك لما بتشرب حاجة سخنة بتقول يح؟ ليه يح يعني؟ ليه يعني تقع عليك لما تشرب يح برضه. ما في وقت يبقى يح دي مرتبطة بالوجع. بالسخونة. لا بالوجع. بالسخونة. وانت لما
طبعا ده حاجه اساسيه. تحب فايه اغرب ايه النظريه اللي انت كنت عايز تسالني فيها ايه؟ اتفضل، انا ما اديتكش فيديو ولا اديتكش مساحه اصلا تتكلم الفيديو ده. عشان عندك افكار مجنونه ما حدش يعرفها غيرك. انا عندي افكار. اذا طب انا حسبناها- حابب افضح. انت شفت الفيديو وهو انا حابب بيتسلق؟ افضح سر الحلقه دي. لا. لا انا حابب افضحها. معلش معلش. انا كده انا ممكن اتاذي وممكن انا جايب معلومات. طب عليا ولا عادي يا جدعان، الراجل ده من الماسونيه، عضو اساسي. عضو خلاص اساسي. انا سبتها وتوبت يا اخ مهاب. مفيش حد بيخرج من الماسونيه. طب سؤال بقى دلوقتي ونظريه وانت مش هتعرف تجاوب عليها. اتفضل. مفيش واحد بيخرج من الماسونيه بيفضل عايش. اللي بيدخل ما بيخرجش. انا عايز اتكلم واحكي القصه دي. انا اسمي ديفيد شارلي سمحون من اسكندريه. ايه ده انت الحقيقي؟ ده اعتراف يا جماعه، هو الراجل ديفيد شارلز سمحون ده من اسكندريه فعلا. انا ما تقولش ان انت كنت من عصافر. اوه كنت قريب من ويجز. ساكن في البيت اللي قدامه. حشيش تمام حاجه هايله قوي يا معلم. زي الفل يا سيدي الناس، الحمد لله. وش في وش. وجدي ماسوني. عشان كده اقول لك حاجه كمان. عشان كده لما كان بيقول لك برضع النون ولا كان بيقول إيه؟ انا النونه دي بقى. انا النونه. وجدي هو اللي دخلني الماسونيه. هو السبب. يا لهوي جروا للرذيله يا جماعة. صدق. حشيش تمام. الحلقه دي بعنوان الحشيش. نكمل في حاجه غلط. كمل يا ابني. انا عايز اكشف لكم بعض الاسماء. انا بعد الحلقه دي احتمال اختفي، اروح عين شمس اقعد يومين هنا. اكشف لكم اسماء ناس تقيله قوي انتوا ما كنتوش هيختفي واخدين. عشان معناش من فلوس نجدد باقة النت. عادل شكل ماسوني. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كلب يا خسيس. هذا السكن. ميدو لاعب الكوره. يبقى احنا كده فهمنا حاجه يا جماعه، اللي بيخرج من الماسونيه مش بيتقتل. هو ما بيبقاش معاه فلوس، هم بيشطبوه يعني. هو فانا قررت اتخفف شخصيه واحد اسمه يوسف احمد ابو زين. لا مش عايز واحد أقول اسمه. فقير. انت خلاص انت قلت اسم، مش هشيلها في المونتاج. فالشخص ده كان غلبان جدا وانا غلبان جدا تخين. رحت خدت شخصيته وخدت اسمه وعشت مكانه وعملت عمليه تجميل لحد ما بقيت شبهه. عملت عمليه تجميل؟ متاكد انها كانت عمليه تجميل او عمليه تقبيح؟ يعني الواد وحش قوي بجد. الواد وحش قوي. الواد شكله وحش انت قوي. كنت احلى من كده بكتير بقى. انا كنت شعر ابيض وعينيا خضراء ودقني صفراء. انا عندي 38 سنه. انت كنت هدرس ولا؟ لا مش هدرس، كان اسمه ايه؟ ايوه مش عايز اتكلم في تفاصيل. لا تامر هجرس. ايه ده؟ انا اكتشفت هويته يا جماعه. المواصفات اللي قالها دي على تامر هجرس، دلوقتي هو سكت. انا ده معناه ان هو كان تامر هجرس. انا عمري ما هجرست قبل كده. انت هجرست وبتتهجرس طول عمرك. طول عمرك انت بتتهجرس. انا عمري ما اتهجرست. فانا بتكلم من جوهري وانا بتكلم في تفاصيل ما كانش ينفع اخدها. انا كل ده عشان برنامجكم الهابط الفاشل اللي ما حدش بيشوفه اصلا. يا ابني احنا انا عمري ما اتهجرست. انت اللي بتتهجرس وبرنامجكم هو اللي بتتهجرس. عمرك اتهجرست؟ انا انسحب لانه يظرفني بعدم احنا على الهوا. احنا على الهوا ولا على القمر. الغي رحلتي في 60 داهيه عليكم على الرجاله. غوروا بقى يلعن. هي الشنطه هتظهر في الكادر انا حاسس. ممكن تشيلها؟ معلش ممكن تشيلي الشنطه. شيلي الشنطه بعد اذنك. طب خدها بس. ريحني يا عم والله ريحني. حطها في الكرسي اللي انت قاعد عليه ده. يلا. شفت اصل انا المخرج. حكوا علينا. انا مخرج وفاهم انا شغلي كويس. تمام كده الكادر ظبط. تمام. منتج بقول اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. خلاص بقى. تاني كده. انا هيقعد ساعه مش 10 دقايق. تمام يلا. انا بحاول انجز لكم والله الفيديوهات يا جماعه زي ما انتم ما طلبتوش. يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. انت حسيت بايه في الزلزال؟ لا انا حسيت بقى احاسيس كتير قوي. انا ما تمام. حسيتش ان في زلزال اصلا يا جماعه. تمام، نتخطى انا ما حسيتش ان في زلزال. تمام شكرا. انا كنت نايم على جنبي. شكرا لهذا، نكتفي بهذا القدر من المعلومات منك يا مهاب. على فكره الشجره دي ابوس غصنك. فكره من الشجره، طلعت عينينا من الشجره ما يا ابن انت عمال تفصلنا.